السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ اهلا بكم في فيديو جديد لأول مرة بعمله على القناة هنا، وهو عرض لمشترياتي من معرض القاهرة الدولي للكتاب. انا السنة دي رحت يومين اتنين بس، رحت اول يوم خالص اللي هو كان يوم الخميس، وبعدها فوتت يومين ورحت يوم الاحد. زي ما انتم عارفين طبعا الاسعار كانت غالية السنة دي شوية بسبب ارتفاع سعر الورق لاكتر من الضعف، فهتلاقوا اغلب المشتريات من دور النشر الحكومية عشان دي بتكون طبعات مدعمة او طبعات قديمة، وفي حاجات بسيطة كده من دور النشر الأجنبية وحاجات كمان من دور النشر المصرية. فبدون رغي كتير تعالوا نخش في الموضوع على طول. أول دار معانا هي الهيئة المصرية العامة للكتاب، مشهورة جدا بسلسلة الجوائز بطبعات مكتبة الأسرة. فتعالوا نشوف جبنا ايه كده معاها من المعرض. أول كتاب معانا هو الحياة الجديدة لأورهان باموق. أورهان باموق كاتب تركي كان واخد نوبل في 2006 أعتقد، فمتحمس إن أنا أقرأ العمل بتاعه دوت. ومعانا كمان مجموعة قصصية اسمها أشجار متحجرة للكاتبة المكسيكية أمبارو دابيلا. ومعانا كمان رواية العالم لإخوان خوسيمياس أحد أهم الكتاب الأسبان. وطبعا الغني عن التعريف جوزيه ساراماجو، معانا روايتين ليه. كنت رايح ادور على العمى بتاعت ساراماجو، اعتقد انها كانت موجوده عندهم بترجمه صالح علماني، لكن ما لقيتهاش للاسف، فجبت عملين تانيين. مسيره الفيل لساراماجو. ساراماجو كان واخد نوبل في الادب في 98. ومعانا كمان كتاب الرسم والخط لجوزيه ساراماجو. ومعانا كمان هيرمان هيسا روايه بيتر كامينستيند. هيرمان هيسا كان واخد نوبل في الادب في ستار باين. كل روايه يبقى مكتوب في ظهرها كده الروائي اسمه ايه وواخد جايزه ايه. في بقى الطبعات الجديدة من سلسلة الجوائز، معانا من ضمن منها مارجريت أتوود البنليوبية. وآخر كتاب من سلسلة الجوائز وهو السند المزيف لليو تولستوي. ومعنا آخر عمل روائي من مكتبة الأسرة، هو نيكوس كازانتساكس المسيح يصلب من جديد. عمل ضخم جدا حوالي 570 صفحة، ولكن طبعا مشهور جدا فمتحمس إن أقرأه إن شاء الله. وآخر حاجة معانا من الهيئة المصرية العامة للكتاب هي سلسلة ما، سلسلة صغيرة كده للجيب. كتاب بيبقى صغير جدا حوالي 50 ل100 صفحة بالكتير قوي. أنا كان عندي 4 إصدارات منها قبل كده: ما الفضاء الرقمي، ما السينما، ما علم الاجتماع، وما الفلسفة. فكملت المجموعة بتاعتي ب4 إصدارات تانيين: ما العلم، وما علم النفس، وما الأدب، وما الإبداع. ميزة السلسلة دي إن الكتاب بيكون حوالي 3 جنيه 5 جنيه، أكبر حاجة فيهم كانت ب10 جنيه تقريبا. بتديك زي مقدمة قصيرة كده للعلم ده نفسه، سواء الفلسفة، علم الاجتماع، علم النفس، الحاجات دي. بتديك مقدمة قصيرة جدا ليها، بحيث انت تعرف هل المجال دوت يشدك تقرا فيه بتوسع اكتر ولا مش من ضمن اهتماماتك. ودي كده كانت كل حاجة معانا من الهيئة المصرية لعلم الكتاب. هنشوف الدار اللي بعدها. طبعا خلصنا الهيئة العامة للكتاب، نخش على اللي جنبها على طول الهيئة العامة لقصور الثقافة. عندها سلسلة مشهورة اسمها سلسلة آفاق عالمية. كان عندي قبل كده منها كذا عمل تولستوي وجوجل، فرحت أشوف ايه اللي موجود عندهم السنة دي من سلسلة آفاق عالمية دي. لقيت الطاعون لآل بركاوي، لكن بقية الأعمال كان أغلبها عندي أو مش شدني قوي. فده العمل الرؤية الوحيد اللي جبته من الهيئة العامة لقصور الثقافة. ولكن معانا 3 كتب كمان من الهيئة. فأولهم معانا من سلسلة الذخائر، هو تاريخ حكماء الإسلام لظهير الدين البيهقي. ده زي ترجمة سريعة كده لأشهر حكماء الإسلام. في أسامي كتيرة جدا أغلبها طبعا أنا معرفوش، فمتحمس إن أنا أتعرف أكتر على بعض حكماء الإسلام. معانا كمان حوار العلم والفلسفة، مقاربة جديدة في فلسفة العلم. التوبيك بتاع فلسفة العلم أنا مهتم بيه مؤخرا، فحابب أقرأ أكتر فيه في هذا المجال. ومعانا كمان البخلاء للجاحظ، كتاب الغني عن التعريف. طبعا طبعة قصور الثقافة مشهورة ومعروف إنها بتكون رخيصة بس نظيفة جدا. ده كان ب16 جنيه. وآخر كتاب صغير معانا من هيئة قصور الثقافة هو عن أني إرنو، خزائن لم تعد فارغة. ده أعتقد هو شوية مقالات كاتبها إن في مؤلفين كتير جدا، حوالي 8 أو 10 مؤلفين بيتكلموا عن أني إرنو نفسها. أني إرنو دي اللي هي اللي لسه واخدة نوبل في الأدب آخر سنة في 2022. فلسه ما قريتهاش حاجة الصراحة، فقلت أجيب دوت أشوف الناس يعني بيقولوا إيه عنها قبل ما ابتدي أقرأ العمل بتاعها. ودي كده كانت مشتريات قصور الثقافة. تعالوا نشوف اللي بعدها. بعد كده رحت على دار الهلال، عندهم سلسلة كده اسمها روايات الهلال، بيجيبوا أعمال لكتاب عالميين ويترجموها. طبعا بتكون مخفضة برضه شوية، فجبت منهم أمسيات قرب قرية ديكانكا لنيكولاي جوجل، ونهاية الحب لليو تولستوي، والطوف الحجري لخوسيه سيراميكو. دول كانت 3 أعمال روائية اللي جبتهم من دار الهلال. أعتقد الواحد فيهم كان حوالي 20 30 جنيه بالكتير قوي قبل الخصم. معانا بعد كده دار المعارف. أول حاجة معانا فيها هي كتاب عن أبو نواس من عبد الحليم عباس.
سلسلة اقرأ بكتب صغيرة كده ورفيعة جدا، زي برضو مقدمة شبه سلسلة مايكا شوية، مقدمة عن شخصيات معينة أو مواضيع معينة، بحيث تعرف عنها بدون تعمق شديد. معانا كمان سلسلة نوابغ الفكر العربي، فمعانا كذا اسم مميز الصراحة: عبد الرحمن الكواكبي، الفارابي فيلسوف، الفرزدق، وطبعا الفرزدق يبقى معاه جرير، ومعانا كمان البحتري والجحظ. وانا كان عندي قبل كده رسالة الغفران لأبو العلاء المعري، فلقيت ترجمة مختلفة ليها. رسالة الغفران لأبو العلاء المعري ترجمة نريمان الشاملي، والغريب في الترجمة دي ان هي مترجمة للعامية. رسالة الغفران لغتها صعبة جدا فبيتم ترجمتها ولكن بترجمة المصطلحات العربية الفصحى. فالغريب في الترجمة دي ان هي مترجمة للعامية، فاستفزتني صراحة، قلت اجيبها اشوف يعني المختلف في هذه الترجمة، لانها كمان مترجمة الاشعار للعامية كمان. فدي من اصدار الكتب خان، ولكن انا اشتريتها من الجناح بتاع دار المعرفة. واخر كتاب معانا من دار المعارف من سلسلة ذخائر العرب، وهو شرح القصائد السبع الطوال المعلقات طبعا. كتاب برضو ضخم، ولكن كنت عايز اقتنيه من بدري، فالحمد لله قدرت احصل عليه. طلع كان في كتابين كمان من دار المعارف كنت ناسيهم: ملحمة الجامش والمعذبون في الأرض لطه حسين. المعذبون في الأرض كان عندي ولكن طبعة قديمة جدا، فقلت أجيب طبعة أجدد شوية عشان يكون الورق ماسك نفسه كده وأنا بقراها. بعد كده رحت على المركز القومي للترجمة، وأنا محب للمركز القومي للترجمة، واضح ورايا كده إصدارات المركز القومي للترجمة. ولكن المرة دي يعني من الحاجات الجديدة أوي ما كانتش شداني، فاكتفيت بكتاب واحد بس، هو مدخل إلى الأيديولوجيات السياسية. اللي أنا فهمته إن هو محاولة لتبسيط مفاهيم الأيديولوجيات السياسية، مثلا الليبرالية، المحافظة، الاشتراكية، وكم مصطلح كده. فتحمست يعني إن أنا أجيبه. ومركز القومي للترجمة بيقدم 50% خصم لطلبة الجامعات الحكومية، فده كان ب70 جنيه، أنا أخدته ب35 جنيه فقط. معانا بعد كده المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب من الكويت، طبعات عالم المعرفة. فأنا كنت عايز عددين اتنين بس: المنطقة المعتمة، التاريخ السري للحرب السيبرانية، وعلم الاجتماع الرقمي. الموضوعين شدني جدا صراحة، بالذات التاريخ السري للحرب السيبرانية. متحمس جدا إن أنا أبتدي في الكلام ده على طول. كده خلصنا دور النشأة الحكومية سواء المصرية أو العربية بشكل عام. ندخل بقى على دور النشأة الخاصة، ومعانا أول حاجة دار نهضة مصر. معانا الأعمال القصصية والروائية الكاملة للكاتب يحيى حقي. كتاب ضخم جدا زي ما انتم شايفين، جايب كل الأعمال يحيى حقي. المميز فيه إن هو كان سعره جميل جدا، كان ب 230 جنيه قبل الخصم، وهم عاملين 40%، فأخدته بحوالي 150 جنيه أعتقد. جبت كمان تجليات مصرية للغيطاني. دي عبارة عن تجميع لمقالات كده، كان يعني جولات في القاهرة القديمة. كان الغيطاني بيروح يلف في المساجد الموجودة هناك والمزارات والحاجات الأثرية، ويكتب عنها بعض المقالات. فدي تجميعة لهذه المقالات في الكتاب ده، تجليات مصرية. بعد كده رحت على دار الكرمة. إصداراتهم الجديدة حلوة جدا الصراحة، ولكن طبعا أسعارها كانت غالية شوية. فكان عندهم رف من 10 ل50 جنيه، فجبت منه كده كام حاجة لذيذة. الريفيوز بتاعتهم كانت جميلة. أول حاجة جوني أيف العبقري وراء أعظم منتجات أبل. كتاب كبير جدا وجايب سيرة الراجل ده كله بكل الحاجات، وفيه صور فيه وكده. فعايز برضو أعرف، إن أنا مكنتش أعرف مين الراجل دوت، ولكن هي فرصة نتعرف على شخصيات جديدة مشهورة. جبت كمان رواية سولاريس. مش عارف أقرأ اسم المؤلف، فاقروا انتوا اهو. اللي شدني فيها ان هي روايه فلسفيه. اتعملت فيلمين قبل كده: واحد لاندري تاركوفسكي المخرج الروسي المشهور، وواحد تاني كان من اخراج ستيفن سودربرج وبطوله جورج كلوني. سولاريس. بعد كده جبت ده مصنع الفلك اللي بلال علاء. صراحة لسه مش عارف الكتاب بيتكلم عن ايه، ولكن لقيت يعني ريفيوز الناس كانت جميلة جدا عليه، وان لغته جميلة، فقلت اجيبه واجربه. بعد كده جبت كتاب النوم لهيثم الورداني. شايفين انا بدأته وقربت اخلصه، فاضل لي 20 صفحة. كتاب جميل جدا ولغته جميلة جدا، بيتكلم عن النوم بطريقة شاعرية فلسفية غريبة. هو تجميع مقالات، المقالة بتاخد صفحة واحدة، ليها عنوان صغير كده كلمتين تلاتة، وبعدين صفحة كاملة أو صفحتين بكتير أوي بيتكلم عن حاجة تخص النوم. فلغته جميلة جدا والتعبيرات بتاعته لذيذة. أنصح بيه أي حد الصراحة، كتاب النوم لهيثم الورداني. جبت كمان دنقلة لإدريس علي. ناس كتير جدا تكلموا عن الرواية دي، فتحمست جدا ان انا اجيبها واقراها، خصوصا ان سعرها كان رخيص. وهي رواية قصيرة جدا، حوالي 150 او 160 صفحة. فبدأت فيها برضو، بس لسه هكملها، لسه في بدايتها، في 10 صفحات تقريبا اعتقد. فمتحمس ان انا اكملها ان شاء الله. واخر كتاب معانا هو نهج الحكمة لأسامة الصاوي، وهو تجميعة لمقولات او مقتطفات من حكم الامام علي ومواعظه. الصراحة ما قريت الكتاب ده قبل كده، قريته على تطبيق ابجد.
ولكن هو دسم جدا وفيه مقالات حلوه جدا. فلقيت عمال ماشي اعمل هايلايت في كل حته، فقلت لا اقتني نسخه بحيث اكتب منها ايه او اعلم فيها يعني على طول المقالات اللي عجبتني. فبرضه نهج الحكمه للامام علي عظيم جدا، انصح اي حد يقتنيه. بعد كده بقى معانا شويه دور نشر متنوعه، كل دار نشر في منها كتاب او اتنين بالكتير. فاول حاجه معانا هي تبصير للنشر والتوزيع. انا كتاب العزله والانفراد لابن ابي الدنيا. برضو انا بحب دار تبصير، عندي اصدارات كتيره جدا منهم. فتحمست للاعلان دوت يعني العزله والانفراد، فرحت اشتريته. ومعايا من منشورات جدل الانسان في ادب دوستويفسكي لنيكولا بردييف. الكتاب دوت يعني عايز يثبت ان دوستويفسكي كان مفكر اكتر منه كان اديب او مبدع. ويعني يرى يعني ان نيكولا بردييف دوت يرى ان ان انت لو فتحت بقى روايات دوستويفسكي كلها تتصف بان انسان رايح يزور انسان، بيتكلموا سوا، بيتكلموا في حال الدنيا اللي حواليه. فدي دراسة للإنسان في أدب دوستويفسكي. الفصل الأول يتحدث عن مصير الإنسان وعن الخير والشر والحرية والحب في أعمال دوستويفسكي، ويحاول الكاتب أن ينتصر لفكرة أن دوستويفسكي هو مفكر وليس مبدعا. فبرضه كتاب صغير حوالي 150 صفحة تقريبا. بس فمتحمس جدا، خصوصا الناس كتير جدا اتكلموا ان الكتاب دوت كتاب جميل يعني، فروحت جبته. ومعانا مالك ابن نبي شروط النهضة، بيتكلم عن شروط النهضة زي ما واضح من اسمه، ازاي نقدر يكون عندنا نهضة في الشرق تحديدا. هو كان يعني بهذه حتى السلسلة اسمها مشكلات الحضارة يعني كده. ف ما قريتش قبل كده الصراحة لمالك ابن نبي، ولكن عايز اقرا له، فقلت ابتدي بشروط النهضة لان من اكتر الحاجات اللي كان عليها ريفيوز كويسة يعني. فاتمنى تكون قراءة موفقة ان شاء الله. واخر حاجة معانا خالص هي دار اثر السعودية. جبت دماغ مشتعل شهر من الجنون للأستاذة سوزان. انا بحب عامه الكتب اللي بتتكلم عن الارض العقليه والارض النفسيه، بالذات لما يكون شخص كتبها بنفسه مش حد كتبها عنه. كنت قريت قبل كده الجلطه التي انالت بصيرتي، وقريت انا قادم الى الضوء لمحمد ابو الغيط الله يرحمه. فده كتاب تالت في هذا المجال يعني، دماغ مشتعل لسوزان كالان. هو اللي انا فهمته من الكتاب يعني قبل ما اقراه ان هي كان تم تشخيصها بحاجات كتير جدا غلط في الاول، وفي الاخر طلع مرض نادر كده كان عندها، الجسم بيهاجم نفسه. فتجربه غريبه، متحمس ان انا اقراها ان شاء الله. كتاب كبير مهوش صغير، فان شاء الله ابتدي فيه برضو ايه بعد المعرض على طول. واخر كتاب معانا خالص في الفيديو هو روايه الموظفون لاولجا رافين. ده كان مترشح للبوكر 2021، وترجموها سريعا ترجمة اسكندر حمدان، دار أثر ترجمتها ونشروها على طول يعني. هي اللي عرفت انها رواية خيال علمي. كذا حد قال انها مريبة ومرهقة وانت بتقراها، فتحمست ان انا اجربها، خصوصا ان هي صغيرة جدا تخلص في عدد او اتنين. فمتحمس جدا برضو ان انا اقراها باذن الله. بس كده، دي كانت كل حاجه معانا في فيديو النهارده. اتمنى تكونوا استفدتوا. طبعا دي اول مره اعمل فيديو دوت، فبعتذر عن اي تقصير يعني حصل فيه او لو في حاجه مش واضحه. شكرا ليكم، اتمنى ان انتم تكونوا اتبسطتوا بالفيديو. شاركوني في التعليقات اشتريتوا ايه من معرض الكتاب، في ايه من الحاجات اللي احنا عرضناها النهارده، العناوين اللي شدتكم وتحمسوا انتوا تقروها. وبس كده، شكرا ليكم واشوفكم في فيديو جاي. السلام عليكم.